وما كاين حتى حاجة. واستمعوا الشفارة واستمعوا الخمارة وقالوا اش نديرو وحالنا شنديرو ونديرو خمساصة ورحنا مخصوصين. هذا الشكل الاحتجاجي اللي دعوا له الاساتذه هو شكل جاء ردا على التوقيفات التعسفيه التي طالت مجموعه من الاستاذات والاساتذه. ومن هذا المنبر نقول للحكومه لقد اخطات الطريق ولم تتجهي الى الاتجاه الصحيح لايجاد لحل هذه الازمه او لهذا الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم. اذا نقول لكم الاساتذه لا يحرضون، الأساتذة لا يحرضون ولا يحرضون. الأساتذة خرجوا لهذه النضالات بقناعة شخصية. الأساتذة الموقوفون هم أساتذة مثلنا مثلهم، لا أحد يحرض أحد، كل خرج بقناعته الشخصية. ونقول لكل الموقوفين نحن معكم إلى آخر رمق. أي أستاذ موقوف ما يعتبرش راسه بوحده، كلنا معكم، نجوع معا أو نشبع معا. وأريد أن أشير إلى مسألة أخرى وهي اشتياقنا لتلاميذنا وتلميذاتنا، لأن المكان الطبيعي للأساتذة هو القسم. نحن لا نرغب في البقاء في الشارع، وإنما نرغب في العودة إلى أقسامنا بكرامة. نعود بكرامة وبعدالة وبكل الحقوق أو المطالب التي خرجنا من أجلها، بكل الحقوق والمطالب التي خرجنا من أجلها. وتحية طيبة وتحية نضالية لجميع المناضلين الشريفين والشريفات في هذا الوطن. إطار التوقيفات التي طالت مجموعة من السيدات والسادة الأساتذة، نعلن من خلال هذه الوقفات رفضنا التام لكل هذه التوقيفات التعسفية. كما نؤكد على أننا لازلنا مستمرين بأشكالنا النضالية حتى تحقيق كافة المطالب ديال هيئة التدريس وأطر الدعم. لذلك فوجود الأساتذة هنا اليوم من أمام الأكاديمية الجهوية إنما يتمم ما قلناه سابقا على أن رجال ونساء التعليم غير راضين بالمخرجات إلى حوار عاشر لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.